السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة ودايما ان شاء الله بخير. النهارده ان شاء الله معاكم مع فيديو جديد من ازاي تحسب مقاس اي مرتبة بسهولة جدا بدون ما تلجأ لحد. النهارده ان شاء الله معادنا مع موديل جديد من شركة يانسن، وهو موديل كليوباترا سوست متصلة ارتفاع 24 سم. نفس يعتبر البديل لموديل اكسترا جولد. موديل اكسترا جولد سوست واسفنج. موديل كليوباترا برضو موديل ارتفاع 24 سم بنفس المواصفات تقريبا. سوست متصلة وطبقة اسفنج من الوجهين. المرتبة طبعا مناسبة جدا لمراتب الأطفال، وتعتبر من أولى موديلات ومن أرخص موديلات شركة يانسن بعد موديل إكسترا جولد، يعتبر قريب منه جدا جدا في السعر والمواصفات. سوست متصلة، طبقة اسفنج من الوجهين، مرتبة ممتازة جدا ومناسبة لمراتب الأطفال. السرير الفردي طبعا لو حضرتك أخدتها للمقاسات الكبيرة مفيش مشكلة، لكن هي الأنسب لمقاسات الأطفال والمقاسات الصغيرة. النهارده هنكلمكم ازاي تحسب موديل كليوباترا من شركة يانسن بطريقه سهله جدا بطريقه المتر المربع. ما هي طريقه المتر المربع؟ طبعا احنا النهارده هنكلمكم عن الاسعار باخر اسعار التي صدرت بتاريخ 3/11/2022 لشركه يانسن. بطريقه سهله جدا ان حضرتك هتجيب بطريقه المتر المربع تقدر تحسب اي مقاس ايا كان سواء عادي او خاص بدون ما تلجا لحد او تسال حد. انك بتجيب حضرتك حاصل ضرب العرض في الطول في سعر المتر المربع العادي في المقاسات العاديه والخاص في المقاسات الخاصه، بيدي حضرتك سعر المرتبه النهائي. طيب ما هي المقاسات العاديه وما هي المقاسات الخاصه؟ هنبدا مع بعض نحسب الاول المقاسات العاديه اللي بتتحسب بسعر المتر المربع العادي بدون زياده، وبعد كده هنتكلم عن المقاس الخاص. المقاسات العاديه المتعارف عليها اللي بتتحسب بسعر المتر المربع العادي اللي بدون اي زياده هي بتبقى طبعا عرض في طول. العروض العاديه المتعارف عليها بتبقى 90 ومتر، 120، 140، 150، 160 و170 و180 ومترين. وبالنسبه للاطوال المتعارف عليها هي مترين و195 و190. لكن في تركه بسيطه كده حضرتك لازم تبقى عارفها، ان في كل الاحوال بنكتب في خانه العرض مترين، بنثبت مترين. طب لو المقاس عندي عرضها، لو المرتبه طولها 195 هكتب مترين. طب لو المرتبه عندي طولها 190 هكتب مترين. في كل الحالات هكتب مترين عشان الناتج يطلع مع حضرتك صح. اي من العروض والاطوال دي بتتحسب بسعر المتر مربع العادي المتعارف عليه بدون اي زياده. طيب انا شخصيا هفترض مع بعض في الفيديو ده والفيديوهات اللي قبل كده واللي بعد كده ان مقاس المرتبه اللي انا عايز احسبه في المقاسات العاديه 120 سم. انا عرض المرتبه عندي هفترض انه 120، لكن حضرتك طبعا تقدر تختار بين المقاسات العاديه كلها اي مقاس او اي عرض مرتبه يخطر على بالك، او هو مقاس المرتبه المطلوب عندك. لكن انا هفترض ان المقاس عندي مقاس 120 سم. طب ازاي هحسب مقاس مرتبه 120 سم لموديل كليوباترا من شركه يانسن؟ بسهوله جدا. هحط 120 سم في خانه العرض في الطول اللي هو مترين في سعر المتر مربع هنا العادي، لان ال 120 سم من المقاسات العاديه اللي هو هنا 1317 يدينا سعر المرتبه النهائي التقريبي اللي هو 3160. ممكن ليه بنقول سعر المرتبه النهائي؟ لان ممكن يزيد 10 جنيه الا 10 جنيه يزيد 5 جنيه وهكذا، لكن ده تقريبا السعر النهائي للمرتبه بسهوله جدا. لو المرتبه مش عندي 120 اغير 120 سم وافترض انه اي مقاس، لكن انا هفترض ان المقاس عندي 120. طيب كده انتهينا من حساب اي مقاسات عاديه ايا كانت. طيب لو المقاس خاص عندي، يعني ايه المقاس خاص؟ يعني اي حاجه تانية او اي عرض تاني للمراتب غير اللي انا قلتها لحضراتكم قبل كده. يعني مثلا عرض المرتبه عندي 165 سم، 175، 123، اي مقاس خاص بقى، اي مقاس مش متعارف عليه من الليست اللي احنا شرحناها لحضراتكم قبل كده. بنحسبها ازاي؟ بسهوله جدا. هنغير بس سعر المتر مربع من العادي الى الخاص. سعر المتر المربع المخصوص، لان طبعا المرتبه بتاخد وقت وبيتبذل مجهود فيها اكتر وبالتالي سعرها بيزيد. طيب انا هفترض برضو مع حضراتكم في الفيديوهات دي والفيديوهات الماضيه والقادمه ان مقاس المرتبه عندي الخاص 165. هفترض ان انا عرض المرتبه عندي الخاص المخصوص 165 سم. طب ازاي احسب لموديل كليوباترا مقاس 165 اللي هو مقاس خاص؟ احسبها ازاي لو انا عرض المرتبه عندي 165؟ احط 165 في خانه العرض في الطول اللي هو مترين زي ما شرحنا لحضراتكم في سعر المتر مربع هنا بقى المخصوص مش العادي في الحاله دي، ده مقاس خاص اللي هو ب 2000 اللي هو اسف ب 1450. 1450 اسف اخطات. العرض الطول الخاص سعر المتر مربع الخاص ب 1450. يدينا مع بعض سعر المرتبه العادي المخصوص، اسف يدينا سعر المرتبه النهائي المخصوص بسهوله جدا. لو انا عندي طبعا المقاس مش 165
ممكن استبدل مقاس 165 اللي احنا كتبناه باي عرض مقاس خاص، احط اي حاجه، اي مقاس خاص بقى يخطر على بالي، وبالتالي ممكن احسب اي مقاس مرتبه حتى لو خاص بسهوله جدا. احنا هنا بنتكلم عن موديل كيلوباترا. وكده يبقى انتهينا ازاي تحسب المقاس الخاص والعادي لاي نوع لاي موديل، لاي مقاسات من موديل لشركه كيلوباترا. احسب اي مقاس بسهوله جدا. طبعا احنا قبل كده عاملين فيديوهات عن موديلات اخرى، وفي فيديوهات ان شاء الله جايه لبقيه الموديلات، لكن ده كل ما يخص ازاي تحسب سعر مرتبه اي مقاس لموديل كيلوباترا من شركه يانسن. لو المرتبه عند حضرتك فارما او دائره، كل ده بيبقى ليه اسعار اخرى. في اخر الفيديو ان شاء الله بنكتب لحضراتكم في فيديو منفصل في اخر الفيديو ارقام التواصل بتاعتنا وصفحاتنا على اليوتيوب والفيسبوك. نرجو من حضراتكم ان انتم تعملونا وتدعمونا، تعملوا لنا لايك وفولو على صفحاتنا على اليوتيوب والفيسبوك. ده بيساعدنا جدا للتقدم للامام. وكمان ارقام التليفونات اللي بتسمح لحضرتك انك تتصل بينا وتسالنا عن اي مقاس، حتى لو مش عارف تحسب بالطريقه دي تقدر تسالنا، او لو المرتبه دائره زي ما احنا قلنا بيبقى ليها سعر مختلف شويه، حضرتك بتتصل بينا ونقول لك سعرها. شكرا لحضراتكم ونراكم قريبا. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وفولو على صفحاتنا على اليوتيوب والفيسبوك. شكرا لحضراتكم، نراكم قريبا. السلام عليكم. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وفولو على صفحاتنا على اليوتيوب والفيسبوك. على اليوتيوب توكيل مراتب ينسن بدمياط، وعلى الفيسبوك توكيل مراتب ينسن دمياط. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم.